ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هل قبل كده سألنا نفسنا في يوم ليه حاسين بكل التقل ده رغم ان حياتنا تعتبر عادية واحسن من غيرنا كتير؟ ليه بنصحى وفي صدرنا كأن في ضيق رغم ان ولادنا بخير وبيتنا مستقر؟ في الفيديو ده هنكتشف اننا مش بنعاني من نقص النعم، احنا بنعاني من عمى النعم. احنا عايشين في زمن بيقدس الحاجات الكتيرة، كتير من الانجاز والمشتريات والحاجات المثالية لدرجة ان احنا نسينا نشوف الحاجة اللي موجودة. فالنهاردة عايزة اتكلم معاكم عن القوة الوحيدة اللي احنا نقدر نملكها كأمهات علشان ننجو بسلامنا النفسي، وهي الامتنان. مش بس الامتنان السطحي اللي بنقوله بكلمتين وخلاص، ولكن الامتنان اللي بيعيد تشكيل خلايا مخنا تاني من جوه. في قانون في علم النفس بيقول ان الانسان بيتعود على اي نعمة مهما كانت عظيمة لحد ما تبقى خلفية هو مش شايفها اصلا. يعني مثلا فاكرين اول يوم دخلنا فيه بيتنا الجديد كانت فرحتنا عاملة ازاي؟ ودلوقتي ممكن تشوفيه مثلا شوية جدران، شوية عفش محتاج ان هو يتنضف. طب فاكرة اول ما ولدتي؟ فاكرة اول لحظة حضنتي فيها ابنك؟ كان احساس المعجزة عامل ازاي؟ ودلوقتي ممكن تشوفي اولادك هم مصدر الصداع وطلبات ملهاش اخر. ده مش ذنبك، ده نظام حماية في مخك هو اللي بيعمله، بس نفس النظام ده هو اللي بيسرق منك سعادتك. فالامتنان هو الأداة اللي بتكسر النظام اللي مخنا عامله ده. هو انك تقولي لمخك استنى، انا رافضة اعتبر المعجزات دي حاجة عادية. انك تطوري نفسك كأم بيبدأ لما تدركي انك مش محتاجة تغيري حياتك علشان تبقي سعيدة، انت بس محتاجة تغيري جودة انتباهك للحاجات اللي موجودة اصلا في حياتك. ممكن تقوليلي امتن ازاي وسط الفوضى؟ امتن ازاي والديون بتجري ورايا؟ العيال اللي حواليا بتصرخ مش عارفة اهدى؟ انا كمان مرهقة جسديا جدا. هنا بقى هتيجي فلسفة مهمة جدا وهي الامتنان. ان الامتنان ده مش احساس بيجي لما الظروف بتبقى مثالية، الامتنان ده قرار بناخده لما الظروف بتبقى صعبة. الامتنان وقت الشدة هو اللي بيمنع جهازك العصبي في ان هو ينهار. لما تمتني لقدرتك مثلا على الصبر واستصريخ اولادك، انت بتحولي نفسك في وقتها من واحدة شايفة نفسها ضحية لكل الظروف اللي حواليها لواحدة قادرة ان هي تقود مشاعرها. جربي تمتني للحاجات اللي بتستفزك بجد. امتني لركام الغسيل اللي عندك ده كله، علشان معناه كده ان انتوا عندكم هدوم تلبسوها، عندكم حاجات تغسلوا بيها. امتني لبقايا الاكل اللي موجوده على الترابيزه المفروض تقومي تلميها، عشان معنى كده ان انتوا قمتوا وشبعتوا. امتني للتعب اللي موجود في عضلاتك، عشان ده دليل ان انتي كائن حي بينبض ومؤثره في حياه ناس كتير. الموضوع مش كلام شعاري وخلاص، العلم بيقول ان الامتنان بيغير كيمياء المخ تماما. لما بتمارس الامتنان بتركيز لمده 21 يوم المسارات العصبيه كلها اللي في مخك بتتغير. يعني الكورتيزون، التوتر، كل ده بينخفض، ممكن يوصل ل 23%. في المقابل مخك هيفرز دوبامين، ودي الصيدلية الطبيعية اللي ربنا حطها جوه راسنا، ومفتاحها هو الامتنان. الأم الممتنة مش أم عايشة في خيال، دي أم قررت تستثمر في صحتها النفسية. هي عارفة إن عصبيتها وتوترها هيأثروا على ولادها، فبتقرر تشحن خزانها النفسي في إن هي تشوف الجمال في أبسط حاجات في حياتها. وده أسمى أنواع التطوير، إنك تتحكمي في كيمياء دماغك من خلال الأفكار بتاعتك. طيب إزاي نمارس الامتنان ده؟ نعمله إزاي بحيث يبقى كل حاجة صح؟ هنخلينا بشكل عملي جدا ان احنا نطبقه في يوم مليان زحمة ومسؤوليات. امتني مثلا اول مرة 3 ثواني، كل ما تلمسي حاجة امتني ليها. لما تمسكي الاكرة بتاعت الباب بتاعك حتى وانتي خارجة امتني ان انتي عندك مكان هتعرفي تاني ترجعي له. لما تلمسي المية امتني ان هي واصلة لغاية عندك بسهولة. لو حصل موقف وحش قولي انا متضايقة ان انا ابني كسر الفازة مثلا، رغم كده انا ممتنة ان محدش اتعور. الربط ده بيرجع توازن مخك فورا. كمان بصي لولادك وهم نايمين او لشريك حياتك او حتى لحد من اهلك من غير كلام، استشعري قيمة وجودهم معاكي دلوقتي. الاحساس ده بيبني هالة سلام حواليكي وكل اللي في البيت بيحسوها. في الاخر عايزه اقولك حاجة واحدة بس، ان الحياة مش بتدينا اللي احنا عايزينه، هي بتعكس اللي باين من جوانا احنا. لو انتي في حالة احتياج وحاسة انك مش راضية عن حياتك هتلاقي دايما حاجة تزعلك. لو انتي في حالة امتنان لكل حاجة حواليكي هتشوفي المعجزات في أتفه التفاصيل. انتي مش مجرد أم بتأدي دورها، انتي بتصنعي حياة. وعظمة الحياة مش في اننا نستمتع بيها لما تخلص، لكن اننا نستمتع بيها وهي بتحصل قدام عينينا. امتني لنفسك الأول علشان انتي بتحاولي، وعلشان بتسمعي الكلام ده دلوقتي وانتي عندك رغبة انك تتغيري، وده لوحده انجاز كبير. ابدأي حالا، بصي حواليكي وايه أول حاجة وقعت عينك عليها تقدري تقولي لها شكرا انها موجودة. ولو وصلتوا لغايه هنا شكرا من قلبي ان انتوا كملتوا الفيديو لغايه الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوفي كل الفيديوز الجديده اللي هنقدمها. اشوفك الفيديو الجاي على خير، باي باي.